ما فكرتش كتير لما شين عزمتني عندها في الليلة دي. كان المفروض تكون سهرة عادية، فرصة نهرب بيها من المذاكرة والإخوات. عيلتها كانت زي العادة مرحبة جداً. أمها عملت العشاء، وأبوها كان بيهزر معانا عن المدرسة، وأخواتها كانوا بيغلسوا علينا. البيت كان دافي ومليان حياة، لكن شين كانت مش في المود. كانت كل شوية تبص في موبايلها على العشاء وصوابعها بتترعش خفيف. شون جاي؟ أخيراً نطقت بعد ما طلعنا فوق. كلامها كان غريب ومش مفهوم. أنا كنت شفته مرة أو اتنين قبل كده، وكان دايماً في حاجة غلط معاه. تواجده ما كانش أحسن حاجة، زي ما يكون على طول في مزاج وحش. ليه؟ سألتها. عاوز فلوس، وأبويا هيقول لأ. ما كانتش محتاجة تقول أكتر من كده، ما ضغطش عليها، بس كنت فاكرة اللي بيتقال عليه. الناس في البلد كانوا بيقولوا إن شون مش طبيعي، عصبي ونظراته تخوف، زي ما يكون دايماً مخطط لحاجة شريرة. بعد نص الليل سمعنا صوت عربيته وهي بتدخل الجراج. جسم شين اتشنج. إيه اللي جايبه متأخر كده؟ سألتها. عاوز فلوس، هو دايماً كده، عمره ما بيكفيه اللي بياخده. سمعنا صوت الباب بيتقفل جامد، وبعدين صوت شون وهو بيتكلم بغضب. أنا قلت لك إني محتاجها. صوت مايكل أبوها كان هادي لكنه حازم. مش المرة دي يا شون، فاكر نفسك تقدر تمنعني؟ شون زعق. أنا جزء من العيلة دي. شين قامت فجأة، إيدها بتترعش. لازم أشوف إيه اللي بيحصل، إياكي. حذرتها ومسكت دراعها، لكن هي فلتت مني ونزلت. بصيت من فتحة الباب وشفتها واقفة على السلم. أهلها كانوا واقفين تحت، واقفين في طريق شون. فجأة طلع البندقية بسرعة، أسرع من إننا نقدر نستوعب. الطلقة الأولى دوت في البيت، ومايكل وقع، الدم كان بيغرق الأرض حواليه. مايك! ساندرا صرخت وهي بتجري ناحيته. أرجوك يا شون، لا. اترجته، صوتها كان قلقان. الطلقة الثانية جت في صدرها، رمتها على ظهرها ناحية السلم. راحت في ثواني ووقعت بطريقة مرعبة. ماما! شين صرخت. شون بص لفوق، وشه كان مليان غضب كبير. اهربي! همست ورجعت الأوضة استخبى تحت السرير. صوت الجزمة بتاعته كان بيدب على السلم. انتي فين يا شين؟ صوته كان غريب زي ما يكون بيغني. أنا زنقت نفسي ناحية الحيطة، كتمت نفسي خالص، وقلبي كان هيوقف. من فتحة تحت السرير شفت جزمته، الدم كان بينقط منها وهو ماشي في الطرقة. فاكرة نفسكي أحسن مني؟ قالها بصوت متوتر. أنا اللي المفروض أكون المسؤول، أنا. صرخة جت من تحت. شينا، ابعد عنها. الصوت كان عالياً، وتقطع فجأة بطلقة تانية. خطواته رجعت، باب أوضة شين اتفتح بصوت مزعج. الجزمة بتاعته دخلت، وكنت شايفها سايبة وراها بقع دم على السجادة. فين أختي الصغيرة شين؟ قالها بصوت عالي. شفتها من فتحة صغيرة، كانت في الركن، كانت مستخبية في الدولاب، ووشها منور بنور الموبايل وهي بتعيط. الحقونا! كانت بتقول في التليفون بصوت منهار. باب الدولاب اتفتح فجأة. فاكرة نفسك بتعملي إيه؟ شون صرخ وهو بياخد الموبايل ويرميه جنبها. بتكلمي البوليس، ها؟ قال بسخرية. شون أرجوك، بجد أنت مش مضطر تعمل كده. شين كانت بتترجاه ودموعها مغرقاها. أنت شايفة كده؟ صوته كان واطي وبارد. ملكيش الحق تقولي لي أعمل إيه. مسكها من شعرها وسحبها برا الدولاب، وهي كانت بتحاول تفلت منه بكل طريقة، بتصرخ وبتخبط فيه. أرجوك يا شون، أنا أختك، إحنا عيلة. وقف للحظة وميل دماغه، وبعدين ضحك ضحكة شريرة ومرعبة. عيلة؟ قالها، وبعدين رفع جزمته المليانة دم. يبقى يدوقي دم العيلة. داس على وشها برجله، ودماغها اترجعت لورا. كانت بتصرخ بصوت مكتوم، والدم نازل من بقها. اخرسي! صرخ، صوته كان بيرن في الأوضة. داس أكتر، بيفعص دماغها في الأرض. كتم صرخاتها بتقل جزمته. قافلة قبضة إيدي جامد، الدموع بتنزل من عيني، بحاول أكتم صوت نفسي. في الآخر رجع لورا ورفع البندقية ووجهها على دماغها.
لأ، أرجوك. كانت آخر كلمة قالتها قبل ما الطلقة تعلن نهايتها. الدم طرطش على الحيطة، وجسم شين وقع على الأرض، ورقبتها كانت متنية بطريقة مش طبيعية. شون قرب منها وميل راسه كأنه بيبص على لوحة فنية. خليكي ثابتة. أنا فضلت تحت السرير متجمدة مكاني، مش قادرة أتحرك. شكل الأرض الدموي فضل في عقلي. لما الإسعاف طلعتني بعدها بساعات ما قدرتش أتكلم ولا حتى قدرت أعيط. ما قلتش لحد أنا مين. شهادة الأدلة كانت كفاية تدينه، لكن كل ليلة بشوف وشها وأسمع صوتها وأحس بخوف وصوت ضحكته الباردة. ما يفرقنيش أبداً، مش قادرة أنساها. جريمة شون بنتلر حصلت سنة 2006 في مدينة بونابرت. أيوة، لما شاب عنده 22 سنة قتل أهله بالكامل، مايكل وساندرا بنتلر وأخواته الثلاثة اللي أعمارهم كانت 17، 14 و12 سنة. شون استخدم بندقية علشان يقتلهم، وكان هدفه إنه يورث فلوس العيلة ويسيطر على البزنس الناجح بتاعهم في التجارة. الجريمة اتكشفت لما واحدة من أخواته حاولت تتصل بالنجدة وقت الهجوم، وقدرت تحدد إن شون هو اللي كان بيقتلهم. الشرطة قبضت عليه بعدها بفترة قصيرة، وتم اتهامه ب5 جرائم قتل من الدرجة الأولى. المحكمة حكمت عليه بالسجن مدى الحياة من غير أي فرصة للإفراج المشروط. الجريمة دي سببت صدمة كبيرة للمجتمع، وفضلت ذكراها كواحدة من أبشع الجرائم اللي حصلت في المنطقة.